السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات صائغ الحروف. وليد وهبة لتعليم الخط العربي. النهاردة هنكتب مع بعض آية قرآنية: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. بس هنعملها جوه التصميم ده هيتعمل ذهب وفضة. فمع بعض كده بإذن الله نكتب الآية كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط التشكيل بتاعها. أتمنى إن حضراتكم ما تنسوش الإعجاب بالقناة، الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. القناة بتاعتنا إن شاء الله بتعلم الخط العربي. في برضك حلقات هنقدمها إزاي تعمل لوحة، تصمم لوحة. مع بعضينا برضك هنتكلم عن تاريخ الخط العربي إن شاء الله. لا تدري لعل لعل الله. طبعا أحب أنبه السادة المشاهدين إن أنا بستعمل هنا في التصميمات اللي هي بتتعمل شغل سنكوغراف وشغل ليزر ذهب وفضة وحاجات زي كده، بشتغل ببونت اكبر من البونت المطلوب. يعني انا المفروض ان انا اشتغل ببونت ارفع من كده، بس انا شغال ببونت تخين علشان يبان في الشغل. لاني لو كتبت ببونت رفيع او بالبونت اللي المفروض اكتب بيه بعد الشغل ولما نخلص خالص الشغلانه، لان الشغل بيخش في مجال صنفره وتلميع وحاجات زي كده بتتاكل منه كتير، فمش هيبان. فاحنا بنضطر ان احنا نزود شويه في البونت بتاعنا، نكبر البونت بتاعنا، ان بعد عمليه الليزر والصنفره والتلميع والكلام ده كله الشغل يظهر يبان. لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. ان شاء الله اللي عايز يتعلم معانا خط الرقعه
الحلقة اللي بعد كده بإذن الله فيها شرح مفصل لخط الرقعة في 5 خطوات بالظبط. بعلمك ازاي تكتب خط الرقعة ب5 خطوات مش اكتر. الالف والنقطة والنقطتين والثلاث نقط والدال، هو ده خط الرقعة. انا دلوقتي حاليا انا بكتب خط الثلث عشان ما حدش يفتكر ان انا بكتب رقعة، انا بكتب حاليا ثلث. لعل الله يحدث بعد ذلك يحدث. لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. إن شاء الله برضك إحنا هنعلم في قناتنا زي ما قلنا الخط العربي، بالإضافة إن إحنا هنعلم إزاي تعمل ماكت. لو عندك عايز تعمل ماكت مثلا للفيلا بتاعتك، للبيت بتاعك، لأوضتك، الماكت انت عايز تعمله مثلا لمركب، لمنزل، لأي حاجة انت عايز تعملها هنعلمك ازاي تعملها ان شاء الله معانا في القناة بتاعتنا. طبعا انا هنا عشان بضطر، عشان انا مكبر البونت فمعايا بعض الحروف ما بتاخدش راحتها، بس ده اللي الشغل المطلوب، ده كشغل السوق يعني. وبكده نبقى انتهينا من التصميم الحمد لله بإنجاز يعني. قدرنا نخلصه في وقت قياسي كمان 8 دقايق اهو. واتمنى ان اكون الحلقة تعجب حضراتكم، واتمنى ان كنتوا تستنوني في الحلقة القادمة هنشرح فيها زي ما اتكلمنا خط الرقعة ب5 حروف. وارجو منكم الاشتراك والاعجاب بالفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.